عمرك فكرت ازاي في البيت بنوصل الاجهزه الكهربيه بحيث ان لو في اي جهاز عطل الباقي يفضل شغال، او لو طفينا اي جهاز بقيه الاجهزه تفضل شغاله؟ السر في ده بيرجع للتوصيل على التوازي. بص يا سيدي، في التوصيل على التوازي كل جهاز بياخد الكهرباء بتاعته بشكل مستقل. توصيل اي جهاز او تشغيل اي جهاز لا يتطلب تشغيل باقي الاجهزه، ولو تعطل اي جهاز مش شرط ان تعطل باقي الاجهزه معاه. يعني من الاخر ممكن تعتبر ان كل جهاز شغال لوحده في الدائره الكهربيه من المصدر على طول، وده اللي هنشوفه مع بعض في التجربه الجايه. دي تجربه بتوضح التوصيل على التوازي. ده المصدر الكهربي موصلينه في الفيشه ورانا هنا، ده مفتاح رئيسي اللي بيتحكم في الدائره بالكامل. كل لمبه من هنا تمثل فرع بتوصل مع الثاني على التوازي، وكل فرع معاه مفتاح بيتحكم في تيار الفرع اللي بنسميه مفتاح فرعي. هنا في الاخر فيريوستات بيتحكم في الفرع اللي في اللمبه اللي هنا. طب ماشي، شغلنا المفتاح الرئيسي، كل الاجهزه اللي معانا اشتغلت في وقت واحد، كل جهاز واخد 220 فولت، كل جهاز بيشتغل لوحده مع المصدر. لو انا عطلت فرع من هنا بقيه الافرع لسه شغاله، بقيه الافرع وصل لها 220 فولت، بشغل الفرع تاني او بعطل فرع تاني نفس الكلام. الفرع اللي تحت هنا المفترض واخد 220 فولت، بس لما بزود المقاومه بتاعه الفرع المفترض تياره بيقل، فتلاحظ اضاءه اللمبه اللي معايا هنا بتبدا تقل. لكن هل ده بيأثر على باقي الافرع؟ لا، باقي الافرع اضاءتها ثابته لان بقيه الافرع منها للمصدر الكهربي. كل فرع بياخد حقه ثالث ومثلث 220 فولت، ما ينفعش ينقصه. زودت هنا الاضاءه يعني قللت المقاومه، برضه نفس الكلام، بقيه الافرع اضاءتها تفضل ثابته. لو عجبك الفيديو وحابب تعرف اكتر عن الفيزياء في حياتنا اليوميه اعملوا فولو واستنوني في الفيديوهات الجايه.